تصور زين خلي واضح. بسم الله. تكلم. أناشد. بسم الله الرحمن الرحيم. أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأبقاه فخرا وفخرا للإسلام والمسلمين وللعروبة، حيث أنني قد خرجت في شهر شعبان لعام 1438 عائدا إلى دياري كوني أحد المقيمين في المملكة العربية السعودية، وجئت وجلست عند أسرتي إلى نهاية شعبان ثم رجعت إلى السعودية ولم أحد يكلمني بطريقة نظامية. دخلت وخرجت بطريقة نظامية، وعند قرب عيد عرفة أخذت العفش معي وحملت سيارتي بأغراض ومقاضي لأولادي من أجل العيد، ووصلت إلى منفذ الوديعة وإذا أفاجأ بهم بأن لدي بصمة سابقة قبل 31 سنة ولم أختلف معهم في الكلام هذا، ثم أحالوني إلى شرطة الوديعة أنا وسيارتي وعفشي، وجلست 4 أيام في شرطة الوديعة، وأحالوني من شرطة الوديعة إلى إدارة الوافدين بنجران، ومكثت هناك إلى ما بعد العيد إلى يوم 20 بعد العيد، ومن ثم أخذوني وزعموا باسمي وقالوا إن علي الترحيل خروج نهائي، وقلت لهم أريد سيارتي ولدي صك شرعي من محكمة العارضة في مبلغ 28,000 ريال عند أحد الأفراد، ولكنهم قالوا لا ينفعك هذا الكلام، اذهب فقد صادرنا سيارتك وهذا استمارة السيارة حقي وهذا جوازي، وقد قالوا لقد صادرنا السيارة وفلوسا طالبها من اليمن. أين الحق؟ أين العدالة؟ أين الإسلام يا مولاي يا خادم الحرمين الشريفين؟ أين الإسلام؟ أين العدالة؟ أين الحق؟ أين كل إعطاء كل ذي حق حقه؟ فحقي لديكم ملهوف، وأنا أبكي على سيارتي وعلى عفشي الذي بداخل سيارتي، وأريد وفلوسي التي عند الناس، وهذا هو المستند، وأريد أن إخراجهم. أخذني أحد العساكر وأدخلني إلى عند أحد المسؤولين وقال له يا طويل العمر هذا الشخص لديه سيارة في المنفذ وفيها عفش ولديه سند في 28,000 ريال، فقال أنت تدخل علينا وحنا نفطر، انقل أنت وياه انقل. وخرجني من لديه وأنا أبكي، فاتقوا الله فيني، أنا رجل عجوز عمري فوق 50 سنة، أخذوا سيارتي وأخذوا أموالي داخل السيارة، فإلى الله المشتكى، وهذا الرجل الذي رحلني وصادر سيارتي إلى ملك الملوك المشتكى يوم القيامة، وأمره إلى الله، وهذا آخر عهدي بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصور زين خلي واضح. بسم الله. تكلم. أناشد. بسم الله الرحمن الرحيم. أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأبقاه فخرا وفخرا للإسلام والمسلمين وللعروبة، حيث أنني قد خرجت في شهر شعبان لعام 1438 عائدا إلى دياري كوني أحد المقيمين في المملكة العربية السعودية، وجئت وجلست عند أسرتي إلى نهاية شعبان ثم رجعت إلى السعودية ولم أحد يكلمني بطريقة نظامية. دخلت وخرجت بطريقة نظامية، وعند قرب عيد عرفة أخذت العفش معي وحملت سيارتي بأغراض ومقاضي لأولادي من أجل العيد، ووصلت إلى منفذ الوديعة وإذا أفاجأ بهم بأن لدي بصمة سابقة قبل 31 سنة ولم أختلف معهم في الكلام هذا، ثم أحالوني إلى شرطة الوديعة أنا وسيارتي وعفشي، وجلست 4 أيام في شرطة الوديعة، وأحالوني من شرطة الوديعة إلى إدارة الوافدين بنجران، ومكثت هناك إلى ما بعد العيد إلى يوم 20 بعد العيد، ومن ثم أخذوني وزعموا باسمي وقالوا إن علي الترحيل خروج نهائي، وقلت لهم أريد سيارتي ولدي صك شرعي من محكمة العارضة في مبلغ 28,000 ريال عند أحد الأفراد، ولكنهم قالوا لا ينفعك هذا الكلام، اذهب فقد صادرنا سيارتك وهذا استمارة السيارة حقي وهذا جوازي، وقد قالوا لقد صادرنا السيارة وفلوسا طالبها من اليمن. أين الحق؟ أين العدالة؟ أين الإسلام يا مولاي يا خادم الحرمين الشريفين؟ أين الإسلام؟ أين العدالة؟ أين الحق؟
أين كل إعطاء كل ذي حق حقه؟ فحقي لديكم ملهوف، وأنا أبكي على سيارتي وعلى عفشي الذي بداخل سيارتي، وأريد وفلوسي التي عند الناس، وهذا هو المستند، وأريد أن إخراجهم. أخذني أحد العساكر وأدخلني إلى عند أحد المسؤولين وقال له: يا طويل العمر، هذا الشخص لديه سيارة في المنفذ وفيها عفش ولديه سند في 28,000 ريال، فقال: أنت تدخله علينا وحنا نفطر، انقلع أنت وياه، انقلع. وخرجني من لديه وأنا أبكي. فاتقوا الله فيني، أنا رجل عجوز عمري فوق 50 سنة، أخذوا سيارتي وأخذوا أموالي داخل السيارة، فإلى الله المشتكى. وهذا الرجل الذي رحلني وصادر سيارتي إلى ملك الملوك المشتكى يوم القيامة، وأمره إلى الله. وهذا آخر عهدي بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.